اعتدنا على وطننا لبنان أن يسجل أرقاما قياسية إما بتحضير أكبر صحن تبولة وإما بصناعة أكبر صحن حمص، إلا أن الإحصاءات هذه المرة أتحفتنا بتحطيم لبنان لرقم قياسي جديد، ألا وهو تصدره لكافة الدول العربية ولكن بنسبة العنوسة. ما إن تم الإعلان عن أن أعلى نسب العنوسة في العالم العربي ألا وهي 85% تكمن في لبنان وفق الدراسة التي أجرتها إذاعة هولندا العالمية، حتى غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات حول الموضوع المذكور، فتباينت الآراء وردود الفعل بين أبناء بلاد الأرز. فما هو رأي الشارع اللبناني بهذه القضية؟ لهالدرجة؟ ليه عم بيجيبوا عم بخلفوا بنات كتير؟ والله ما بعرف، إن البنات ما عادش يعجبهم العجب والشباب صايرين غير، يعني بطل في صدق، يعني مصداقية، أساسا بطل في الأوضاع المادية يعني تعد على سبيل المزح، لأنه مش عم بيطبقوا الشرع، لازم كل رجل يتزوج 4. يمكن لأنه متطلبات البنت صارت غير يعني 85%. هذا نتيجة الوضع اللي مرقين فيه، هذا وضع استثنائي، مش فيش دولة برقت فيه بالدول العربية كلها. الوضع الاقتصادي طبعا هو العامل الرئيسي، إضافة الفتاة اللبنانية سقفها عالي، متطلباتها بدها شقة وبدها فرش بيت وبدها ذهب، لازم تخفف شوي من السقف. شيء كتير والله، نسبة عالية مرتفعة جدا. هي مش على العمر، لأنه هلأ صارت متطلبات البنت هي بيت وسيارة وشغل وهالقصص كلها. بتصور يمكن شوي عدد الصبايا عنا أكثر من عدد الشباب، عم بيجيبوا كتير بنات، يعني عم تساقب الخلفة بنات أكثر من إنه شباب. عزا اللبنانيون ارتفاع نسبة العنوسة في بلادهم لأسباب عديدة ترأستها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فماذا عن الحلول إذن؟ ما في حلول، هيدا حال الدنيا، الكون هيك. بينحلوا برعاية الدولة انها تحد من البطالة، يصير في فرص عمل وحسب الكفاءة مش حسب المحسوبيات. فلذلك لازم يكون في وضع اقتصادي أحلى وأريح للعالم، والأشغال تكون ميسرة أكثر حتى كل شاب بيقدر يأمن مستقبله. بدنا نحكي مع البنات يخففوا غير شوي لحتى يصير كل رجال يتجوز شي 4، بيمشي الحال صار. تحرك الشعب اللبناني عندما استباحت النفايات طرقاته وأغرقت شوارعه، فهل يتحرك اليوم للمطالبة بالحد من نسبة العنوسة التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ بتول عبد الله، بنت جبال .org.